عارفة إنِك تعبتِ من كل نظرة لوم، عارفة إنِك تعبتِ من كل كلمة عتاب بتتوجه لِك، عارفة إنِك تعبتِ من نظرة المجتمع اللي مش حلوة دايمًا ليكِ، بس سامحيني أنا جاية أقول لِك إن الغلط عليكِ، أنتِ اللي اخترتِ ده وعملتِ ده في نفسِك. وباتكلم النهاردة عن الزوجة التانية. دايما نظرة المجتمع ليها بتكون مش حلوة، ودايما اللي حواليها كلهم بيلوموها، وإذا وقعت في أي مشكلة مع جوزها كله بيقول لها انتي السبب. ودي حقيقة ان انتي وافقتي ان انتي تكوني حد مستخبي، انتي وافقتي ان جوزك ما يعلنكيش قدام الناس كلها، انتي وافقتي ان الناس تبصلك ان انتي بتخربي بيت او بتبعدي اب عن زوجته وعن اولاده. اتمنى منكم في التعليقات ان انتوا تقولوا لي رأيكم في الزوجة التانية. ايه الاسباب اللي بتخليها انها تقبل وضع زي ده؟ ايه الاسباب اللي بتخليها تستحمل نظرة الناس ليها؟ ايه الدوافع ورا انها تقعد طول الوقت بتحاول انها تثبت لجوزها انها احسن من الاولى، وعلى طول عايشة في صراع ما بينها وما بين نفسها؟